اهلا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، حبيت اقول لكم على اغرب حاجه ممكن اكون بعملها في الشارع. انا مش عارفه بجد في حد تاني بيعملها زيي ولا لا، وانا بفتح معاكم اوردر جديد. ده اوردر من شي حاجات حرفيا كلها ما كنتش محتاجاها، بس قلت اجيبها وخلاص. هو اوردر مش كبير، بس هوريكم الحاجات اللي انا جبتها. بصوا، اكتر حاجه بجد مش عارفه دي ليها اهميه عندي ولا لا، بس انا بحبها قوي. هو ده، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس ده قالب سيليكون. وعشان انا بحب قوي الصلصال. بصوا، مبدئيا هو الكواليتي بتاعته تقيله، يعني هو مش خفيف او كده، لا تقيل قوي يعني. وبيعمل بقى زي وردات عباد الشمس ووردات صغيره وكده. بصراحه كنت متوقعه حجمه يكون اكبر من كده، شايفين هو قد ايه. بس هما للامانه كاتبين كل حاجه على الويب سايت، انا اللي بكسل اقرا يعني. هو عشان نعمل منه وردات عباد الشمس والحاجات دي، وتدخلي بقى كذا لون في بعض. هبقى اعمل معاكم الحاجات دي لاني بحبها جدا، وده كان مشروعي اصلا وانا في الجامعه. كنت بعمل حاجات بالصلصال وحاجات بعجينه السيراميك، وكنت ببيع وكده، وكنت شطوره. هبقى احكي لكم عنها في مره. هقول لكم دي سعرها كان كام. استنى. دي سعرها كان 80 جنيه. على فكره سعرها حلو جدا، لان هنا في المحلات بيبقى سعرها اغلى من كده. طيب، تاني حاجه واللي انا بقى بحبهم جدا ومعرفش لازم اجيب منهم كتير، هي جرابات الموبايل. بس بجد سعرهم كان تحفه. بصوا، دول كانوا 3 مع بعض. انا مش عارفه ده ليه لونه لبني هنا، مع ان هنا لونه موف. وده، خليني اوريكم واحد واحد. بصوا، ده بقى تحفه، ده كنت هموت عليه بجد. بصوا ده، علشان فيه دي اللي هي بتحمي الكاميرا. شكله كيوت يعني بطريقه مش معقوله، خطير. ولما جربته على الموبايل قوي، يعني شايفين الماتيريال بتاعته مش ضعيفه او كده، قوي يعني، مش ضعيف بجد. طيب، تاني بقى، استنى، جبت دولت. هما انا بموت في شكل الوردة دي، اللي هي فيها اصفر. شايفين؟ هتبقى باينه هنا اكتر. اللي هي فيها ابيض وفي النص اصفر، انا مش عارفه اسمها ايه، بس انا بحبها جدا. في اي حاجه عليها دي هتلاقيها عندي. فجبت الثلاثه دول مع بعض. هو ده لونه موف، ليه هنا لونه لبني لا ادري والله العظيم، مع اني بصور بالكاميرا العاديه. فشكلهم تحفه جدا، وبرده الكواليتي بتاعتهم خطيره. اللي هو ده، اللي هو وريته لكم من شويه، اللي هو عليه الهاني والحاجات دي، كان سعره 100. التلاتة بقى دول مع بعض كانوا سعرهم 125. سعرهم تحفه بجد. هوريكم ايه كمان. اتبقى حاجتين. بصوا، جبت ده. بجد ده تافه شويه، بس يعني كان نفسي فيه، معلش. هو الكفر بتاع الشاحن. المفروض ان دي بتحط فيها راس الشاحن، ودي اللي بتتلف حوالين السلك، فاهمين؟ هبقى الفها واحط لكم الصوره بتاعتها هنا. انا جبتها عشان احافظ على شكل الشاحن، بس طبعا الشاحن بتاعي بصوا صغنن كده من هنا. انا كنت عارفه ان هي مش هتليق عليه، لان شايفين في حد كده طالعه، فلما احطها مش هتبقى لايقه عليه. فانا كنت جايباها، كنت فاكراها اكبر من كده، وقلت هركبها على الشاحن اللي هو بتاع الاندرويد، اللي هو ده. بصوا اللي هو ده، بس طبعا لا مقارنه ما بين حجم ده وحجم ده، شايفين قد ايه. فبفكر ان انا مثلا ممكن ابقى احطها هنا كده، ويحشرها بقى من هنا، يعني فاهمه؟ لازم احلل الفلوس باي شكل، وتبقى شكلها كده مثلا. مش عارفه تبقى لذيذه او لا. لو ما نفعتش هخليها كده، وهلف دي بس حوالين اللي هي السلك بتاع الشاحن عشان يحافظ عليه. اخر حاجه، ودي بقى فعلا مش تافهه، دي بقى اكتر حاجه اموره انا جبتها، اللي هي دي. مش باينه. ساعه. الساعه دي يا جماعه كان عندي زيها، وجبتها لبستها كم مره، وبعد كده لقيتها اختفت. انا مش عارفه هو ايه اللي حصل، بس انا يعني فاكره ان انا فعلا ما ضيعتهاش. فايه اللي حصل معرفش. انا مغرمه بالسعيد دي، اللي هي بتاعت زمان، اللي عارفين، اللي هي الاستيك بتاعها كده رفيع، وشكلها صغننه وسمبل جدا. فدي تقريبا كان سعرها 100، مش متذكره قوي. الشاحن ده، الكفر بتاع الشاحن كان سعره 115. دي بقى كان سعرها 90 جنيه. شايفين؟ تحفه بصراحه، خطيره اهي. فاكتر حاجه غريبه بقى، هو اني حرفيا بدعي لكل الناس اللي في الشارع اللي انا اصلا معرفهاش، يعني
بلاقي كل الناس اشوف اصلا بنوته اموره لابسه الحجاب فاقول ربنا يثبتها، شكلك امور قوي. شوف حد بيبيع فاقعد اقول بقى ربنا يرزقه. انا ما اعرفش انا بس اللي بعمل كده وهل في حد بيدعي لي؟ يعني حد بيعمل زي ما بيقعد يدعي لي ولا انا بس اللي بدعي للناس؟ بس كده قولوا لي رايكم في الحاجات واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.